اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن فوائد القرفة. تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة الضرورية في الوقاية للجسم من العديد من الأمراض المزمنة. كما تحتوي القرفة على الألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ه وفيتامين ب6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك والنحاس. كما تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية التي تساعد في جعل القرفة مادة طبيعية لانحفاظ الأغذية. كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجزيئات الضارة المسببة للأمراض المزمنة كمرض القلب والسرطان وتقليل مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتحافظ على مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، وتساهم في تنظيم مستوى السكر وضغط الدم. وتساهم مستخلصات القرفة في الوقاية من السرطان عن طريق تحديد نمو الخلايا السرطانية والمساهمة في القضاء عليها. وتساعد القرفة في التخسيس، وتساعد القرفة في تحسين صحة الجسم العامة. فوائد القرفة للشعر. تحتوي القرفة على تغذية الشعر وتقويته ومنع تساقط الشعر، وتساعد على إنبات الشعر من الجديد وتنشيط الدورة الدموية في الرأس، ما يساعد في نمو الشعر وتحميه من العوامل الجو المختلفة وتطويل الشعر وتخليصه من المشاكل الصلع. فوائد القرفة للوجه. تأخير ظهور علامات التقدم في العمر، ومحاربة الخلايا السرطانية الجلد، وتخلص من حب الشباب، وعلاج مشاكل البشرة، ويساعد في محاربة الالتهابات والبكتيريا البشرة، وعلاج جروح البشرة، وقضاء على الفطريات والبكتيريا، والحفاظ على صحة البشرة، وتساعد على إزالة الخلايا الميتة. وتساعد القرفة في التخلص من السموم والأوساخ المتراكمة داخل مسامات البشرة وتوحيد لونها. ماسك لتقوية الشعر. معلقتين كبار قرفة بودر، معلقتين كبار لبن، معلقتين كبار عسل، ودعيهم على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء الدافي والشامبو. ماسك لمنع تساقط الشعر. معلقة كبيرة قرفة بودر، معلقة كبيرة عسل، معلقة صغيرة زيت زيتون، ويخلطيهم كلهم على بعض ودعيهم على شعرك لمدة ربع ساعة ثم اغسلي شعرك بالماء الدافي والشامبو. ماسك لتغذية الشعر وتقويته. معلقة صغيرة قرفة بيضة، ربع معلقة صغيرة زيت جوز الهند، اضعي على شعرك لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الدافي والشامبو. ماسك للنعومة ولمعان الشعر. معلقة كبيرة زيت قرفة، معلقة كبيرة زيت زيتون، اوضعيهم على شعرك لمدة ساعة أو نص ساعة ثم اغسليه بالماء الدافي والشامبو. ماسك القرفة والعسل لعلاج حم الشباب. 3 معالق كبار عسل، معلقة صغيرة قرفة بودر، وضعي المكونات كلها على بعض ووضعيهم على وجهك لمدة 10 دقايق ثم اغسلي وجهك بالماء الدافي، وتكرر الوصفة مرة في الأسبوع. ماسك القرفة والموز لتغذية البشرة. موزة، معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة عسل. اضعي المكونات على بعض وضعيها على وجهك لمدة 10 دقايق ثم اغسليها بالماء الدافئ. ماسك لنضارة البشرة. معلقة صغيرة زيت لوز، معلقة صغيرة زيت قرفة، معلقة صغيرة عسل، ومعلقة صغيرة زيت زيتون. اخلطي المكونات على بعض ودعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء والصابون. ماسك لعلاج الهالات السوداء لتحت العين. معلقة صغيرة عسل، شريحة تفاح مهروسة، نص معلقة صغيرة قرفة. اخلطي المكونات على بعض ودعيها حول العينين لمدة 10 دقايق ثم اغسليها بالماء البارد، ويكرر هذا العلاج يوميا للحصول على بشرة نضرة. أشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.